الفترة هاي النضال المرأة بالفترة الماضية. أيضا المرأة شو فينا نعمل نحن كنساء ضمن منظمات حتى المرأة تستطيع أن تقف أمام القتل أو العنف. هون لما نقول نحن كلمة قتل أو العنف فينا نضيف مصطلح ثاني لأنه هو مصطلح الإبادة، إبادة المرأة، لأنه عملية القتل والعنف اللي عم تواجه المرأة في المجتمع ما هو شيء فردي، ما هو قرار رجل واحد، إنما هو قرار مأخوذ من موروثات موجودة. هاي الموروثات سواء كانت تستند لأسس هي التقاليد، سواء كانت تستند لأسس هي الدين، ولكن نحن وقت اللي عم نرجع للتقاليد وللدين عم نجد إنه هاي الموروثات ما كانت دائما موجودة، إنما هي إجت نتيجة لتطور الذهنية الذكورية في الرجل، أو بنقول نتيجة تطور الثقافة الذكورية في المجتمع. مشان هيك لما نحن نستخدم مصطلح مثلا قتل المرأة فينا أيضا نضيف شو؟ مصطلح إبادة المرأة، لأنه بعملية العنف الممنهج اللي هي تمشي بكافة الأساليب، سواء تعرفوا العنف شو هي أساليبه؟ الضرب، الإهانة، اللفظية والجسدية. تمام، يعني كل هاي تجي تدخل الضرب، الإهانة، الناحية النفسية، الناحية الاقتصادية بالمجتمع. مجرد ما انه الرجل هو دائما بالمرتبة الأعلى والمرأة هي بتعتبر بالمرتبة الأدنى، هو شو؟ هو عنف، صح؟ يعني بأي عائلة، بأي مجتمع، إذا الرجل يكون موجود دائما بفراسة المجتمع، مين هو اللي يكون بالمرتبة الأعلى؟ مين هو اللي يكون الأذكى؟ الرجل، صح؟ إذا مجرد هذا التفكير موجود في المجتمع فهو عنف فكري يمارس على المرأة. هون المرأة عم تشهد إبادة فكرية ولا لا؟ عم تشهد إبادة وجودية ولا لا؟ عم تشهدها. مجرد ما المرأة لما عم بتعيش، يا ترى عم بتعيش شيء لحالها؟ أنا كامرأة شو عم بحقق لحالي؟ نفكر فيها أحيانا، يا أما هي بتكون للعشيرة، صح؟ يا للعائلة، أما هي كامرأة شو تحقق لنفسها؟ هذا هو السؤال. إذا كان وجود المرأة وكيانها موزع، إذا كان الكينونة تبعتها ما كينونة تعيشها لنفسها، فهون المرأة شو بتكون حياتها؟ صح؟ هذا بخلينا نسأل، هل المرأة هون فقط هي من قضية قتل وعنف أم هي قضية إبادة نحو المرأة؟ إبادة وجود المرأة، إبادة فكر المرأة، إبادة علم المرأة. مشان هيك لما المرأة شهدت الإبادة على كافة مستويات، يعني دائما نحن بنذكر التاريخ وبنذكر عصر النيوليثي وبنذكر بعدها سومر، صح؟ دائما بنجيبوها، ليش نحن بنجيب هاي الأمثلة؟ بنجيب المجتمع اللي قبل ما يكون في شيء اسمه سلطة ذكورية. ليش بنقول هلا سلطة ذكورية؟ مو قصدنا لما نقول سلطة ذكورية يعني لما الرجل هو استلم كل زمام السلطة والمرأة تم إقصاؤها، صح؟ لما نحن عم نرجع للمرحلة السابقة عم نلاقي المرأة كانت تقوم بكل الأدوار، كان في مساواة، ما كان في عبودية، ما كان في ملكية، صح؟ ام دەستپێکێ دەبێژن وەک ژنên جوانê pêdê serasa cizîrê herêma cizîrê me konxebatekil darxistiye ew konxebat ser esasê ku çel û pêncî kes jinê ciwan di vir de hazir dibin. Her wiha konxebata me ser esasê du benda ye, ew her du bend jî ser esasê zewaca temenê biçûk û kuştina jine. Ji xwe armanca me yekemîn ku ev kuştin û tundiya ser jinê tê kirin em tune bikin. Her wiha em dibêjin çi qasî nîqaşê jinên ciwan hebe, çi qasî ku beşdarbûna wan di vê konxebatê de hebe ew qasî jî encam digire, ji ber ku yanî jinên ciwan taybet sinet muraheqe de em dibêjin ji bo ku weîbûn tê çêbê ser vê esasê em konxebata semîneran civînan her wiha basan jî digerînin. Em ê di demê pêş de jî basê me gerok heye ku tundiya ser jin rabe, ser vê esasê jî herî dawî ji bo armanca me ji konxebatê ku encamek werêgirtin jinên ciwan sîstemekî fêm bikin ku tundiyeke pir mezin ser me tê meşandin wek jin. Ji xwe ser vê esasê jî em dixwazin encamek werêgirtin, yanî di derbarê nîqaşê de, di derbarê mihweran de ji xwe
وكي دملي جينالوجي داجي وكي محاضرة سيمينار وبدا حاضر كرنا وبدا سيرفي اساسي هري داوي دكون خبات داجي از بيجم وك جنين جواني بيدي كون خباتك سراسة هري ما جزيري تشي كرنا سيرفي اساسي ام دكارن انجامك بگرن کو تاكو نيرني وانجي ورا گردن